اللي محدش خد باله منه. دعاء سألت سؤال واحد بس، ما تسألوا شهد فين الخاتم بتاع فاطمة. في حد خد باله من الخاتم والحاجة بتاعت فاطمة اللي كانت في ايديها؟ في حد قال هي الحاجة دي راحت فين؟ ليه دعاء طالعة بتقول اسألوا شهد عليها؟ صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. فين الخاتم بتاع فاطمة؟ طبعا لما ام فاطمة اتكلمت وقالت الخاتم انا لقيته مع شهد، وهي اللي قالت لما اديت لفاطمه بيجامه علشان تلبسها، عشان طبعا ما كانوش جايين عاملين حسابهم على بيات، بس لولا المطره ولولا الجو اللي قلب مره واحده، وطبعا ما كانش يقدر يجيب لهم عربيه الاستاذ محمود عشان يا حرام ما كانش معاه فلوس. وطبعا نجلاء اللي كانت خليته، هي نجلاء اللي خليته يجيب فاطمه ويجيب امها لوحدهم. على فكره في حد سالني قال لي لو كانت امها سمعت صوتها او عرفت باللي بيحصل كان ايه اللي حصل لها؟ كان حصل لها زي ما حصل بالظبط لفاطمه، بس كل واحد بياخد نصيبه. فين الخاتم بتاع فاطمه يا شهد؟ فين الخاتم؟ راح الخاتم اللي طلع بس كده في الاول، اول التسجيل اول الكلام، وبعد كده اختفى الخاتم. فين الخاتم اللي اتكلمت عليه دعاء في الاول خالص وقالت حد يسأل شهد؟ طيب لما اتفاجئت طبعا دعاء ان شهد خرجت، وقالت ايه ده، هي شهد خرجت؟ يعني شهد هي اللي جابتها من جنب امها وهي نايمه، هي اللي خرجت، وانا اللي كنت قاعده بغسل ويا دوبك رايحه جايه علشان اشوف عيالي. ما قالتش بقى علشان اشوفهم بيعملوا ايه ولا وصلوا لايه، لا، علشان اشوف عيالي. انا اللي جوه وهي اللي بره. ما حدش ليه علق في الموضوع ده، ما حدش ليه اتكلم على الحاجه اللي كانت لابساها فاطمه واتكلمت عليها امها في الاول. وخليل طلع واتكلم وقال احنا عايزين حاجه اختنا اللي هو التليفون والحاجه بتاعت فاطمه. ليه ما حدش وجاب سيره وعلق خالص على الحاجه اللي كانت لابساها فاطمه الله يرحمها؟ واتكلمت عليها دعاء وقالت اسالوا عليها شهد. طبعا شهد قالت لا ده فاطمه هي اللي كانت مدهوني. يعني ايه في ما بينكم عداوه؟ ومن الناحيه التانيه رايحه تقلع الخاتم وتديهولك يا شهد. وكمان محدش علق خالص على الكلمه اللي قالها هيثم ابو شهد لما قال هي كانت خساره فيك يا محمود انت واهلها. قالوا لا مش خساره فيا. لما كان محمود تاني ظهره اول لقاء واول تسجيل ليهم بعد ما خرجوا من النيابه على طول، لو انتوا خدتوا بالكم قوي ودققتوا قوي في الكلام اللي قالوه، لما قال هيثم دي كانت خساره فيك يا محمود وخساره في عيلتها اللي هي ابوها وامها واخوها. حد خد باله من الكلام ده؟ حد خد باله من حاجه فاطمه اللي كانت لابساها اللي كان محمود جايبها لها؟ حتى لو كانت فالصو، احنا ما بنتكلمش دلوقتي في ذهب او فالصو او قشره او الكلام ده، احنا بنتكلم نقول الحاجه دي مع شهد بتعمل ايه واللي خلى دعاء تقول اسألوا شهد. طبعا يا جماعة احنا لما بنيجي نقول ان دعاء مش بريئة، دعاء مشتركة، معنى كده ان احنا ما بنلبس دعاء الجريمة لوحدها، لا، احنا هنا بنقول هي شريكة. يعني زي ما عايزين تسألوا شهد اسألوا كمان دعاء. زي ما انتوا عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لفاطمة من شهد وتقولوا ان شهد هي اللي خدتها وهي اللي ودتها، طب ما هي برضك دعاء عارفة كل حاجة. قلت لكم وهفضل اقول 100,000 مرة دعاء من نوع، اصل كلنا انواع. دعاء من نوع السهن شوية، يعني بتحبي كده تستهون. يعني دعاء حد يقول لي حرام عليك دي بريئة مش بريئة، هطلع 1000 مرة ومرة واقول دعاء مش بريئة، دعاء سهنة، دعاء بتحب بس كده تبين ان هي غلبانة، ان هي يا حرام غصب عنها كل اللي بيحصل. لا مش غصب عنها، دعاء كان عندها استعداد ان هي تسيب كل حاجة بعد المخدرات او الحشيش اللي كان عندها في النيش، واهلها كان عندهم استعداد ان هم يطلعوها خالص من الجو اللي هي عايشة فيه، لكن هو كان عاجبها الوضع وهي عايزة تعيش عادي مش مشكلة زي اي ست عايزة تعيش. بس اي ست ما تقبلش على نفسها انها تعيش مع ناس زي دي مخبين عندها الحاجة، واحدة عيلة بشخة زي الشهد تتحكم فيها، اطلعي انزلي هاتي حطي جيبي ودي، وكمان يرموا لها الاكل على جنب. يعني ام فاطمه لما شافت ان دعاء بيرموا لها الاكل على جنب هي ما علقتش وما اتكلمتش، وقالت في يوم من الايام هيحصل كده لبنتي. احنا مش هنتكلم على ام فاطمه ضيعت حق بنتها ازاي ووافقت بناس زي دي
ازاي وهي كانت معاشراهم وعارفاهم وعارفه محمود وخليل اللي كان عارف محمود بقاله 4 سنين، خليل المختفي اللي ما بيطلعش ويتكلم خالص، لان لو طلع ويتكلم واحد معاشر واحد 4 سنين حتى لو كان شغل برضك هيبقى عارف عنه كل حاجه، عارف بيشرب ايه، بياكل ايه، طبعه ايه، بيروحوا فين، بيجي منين، عارف عنه كل حاجه. برضك هنرجع نقول تاني ان خليل صريح اللي في قلبه على لسانه، لو طلع يتكلم هيتكلم. بس هنا عايزين نقول ان البيت كله مش بريء من اوله لاخره كده، مش بريء، البيت كله مشارك، مفيش حد فيهم بريء. محدش يقول لي ان دعاء بريئه، محدش يقول لي انت لما تيجي تقولي كده على دعاء ان هي مش بريئه معنى كده ان عايزه تشيليها كلها لدعاء. انا ما قلتش ان دعاء هي اللي خلصت على فاطمه، انا قلت دعاء مشاركه، يعني كان ليها دور زيها زي برضك الحاجه عايده اللي هي ام محمود، برضك كان ليها دور، حتى برضك الحاج عماد ابو محمود برضك كان ليه دور، كله كان ليه دور، كله كان عارف بيعمل ايه. تمام كده متفقين. حتى محمود بعد ما عرف هم عملوا ايه، ما هو محمود فين بقى، محمود نايم في نفس الاوضه، يعني نايم في نفس الشقه في نفس المكان، لما هم يطلعوها ولا حتى يخلصوا عليها ورا ولا مش هيسمع ويبقى عارف كل حاجه. بس هيعمل ايه، خلاص خبطوها وخلصوا عليها، احنا مش عايزينها، هي شافت سمعت عرفت عننا حاجه، خلاص الموضوع خلص، وهو ماشي وراهم وبيسمع كلام، كلهم على بعضهم كده عصابه، كلهم على بعضهم كده عارفين بيعملوا ايه. بس من هنا احنا طالعين بنسال فين الحاجه بتاعت فاطمه، لما ام فاطمه اتسالت على التليفون اللي هو الموبايل بتاع فاطمه او لبس فاطمه او شنطه فاطمه حاجه فاطمه كلها متحرزه، فين لحد دلوقتي الحاجه دي؟ هو المحامي اللي طالع يتكلم فين، المحامي النيازي فين، المحامي احمد شمس فين، المحامي هشام فين، الناس اللي طلعت واتكلمت المفروض ان هي متطوعه في القضيه ما بتطلعش وتتكلم زي الاستاذ احمد حساب. ليه؟ طبعا الاستاذ احمد حساب بيقول انتوا زعلانين وطالع بتكلم هنا او هنا، لا ابدا مش زعلانين ولا حاجه. الاستاذ احمد حساب فتح له منصه، وطبعا على التيك توك وغير التيك توك، وما شاء الله عليه بقى يعني حاجه بلوجر كبير، فبيطلعوا معاه كتير، وهو بيقول انا مش مانع لاي حد يطلع معايا ويسالني اي سؤال. طب حضرتك يعني انت كده بتخرج اسرار القضيه بره، بتقول انا هعمل ايه وهنقدم ايه، ومش ده بردك اسرار القضيه ولا ايه؟ ولا هي بس الاسرار تبقى على المغسله بس ولا ايه؟ احنا بردك انا عايزين نسال سؤال، انا ماليش في التيك توك ولا اي حاجه، انا بخش كده اشوف كده يعني معلومات، وده فاتح ايه وده بيقول ايه مش اكتر، لكن انا افتح منصه واجيب ده واجيب ده واتكلم وافتي واعمل، ملناش خالص في الكلام ده. بس احنا عايزين نساله هي مش دي بردك اسرار القضيه المفروض ان هي ما تطلعش بره، زي كده اسرار المغسله المفروض ان هي ما تطلعش بره، ولا هي المغسله علشان قال الكلام ما عجبش؟ طب حضرتك كده كنا عايزين نعرف فين الحاجه بتاعت فاطمه، يعني فين ما حضرتك كده مش طالع بتدافع بس عن دعاء، لا حضرتك طالع كمان بتدافع عن فاطمه. تمام الله يرحمها. طب ما حضرتك شوف لنا كده الحاجه ديت ايه، الحاجه دي هتاخدها امتى، والحاجه دي راحت فين؟ اما الحاجه دي مش عند الطب الشرعي، الحاجه دي مش عند المغسله ولا عند ام فاطمه ولا في النيابه، الحاجه دي راحت فين؟ اللي حضرتك طبعا بتقول الشال كان محطوط في شنطه ناليون او كيس ناليون او ايا كان، فين الشال؟ طيب فين الشال اللي كانت حاطاه على كتفها علشان كان الجو تلج بقى، وكانت الناطره وكانت الطينه وكانت رجليها والشبشب وكل ده، فين الحاجه بتاعت فاطمه؟ طبعا حضرتك طالع بتعارض اي حد يقول ان هي ماتت على مرتين، مره اتخبطت تحت ومره اتضربت وتخلص عليها فوق، لا هي فعلا ده اللي حصل، ودي يعني الحاجه اللي فعلا مثبته عند الطبيب الشرعي، الحاجه اللي ثابتها، وكمان الحاجه اللي قالتها المغسله ان هي كانت رجليها مغروزه في الطين، يعني كانت رجليها متعلمه بالطين، معنى كده ان حتى ما بين البيت ده والبيت ده ما فيش طين، معنى كده ان هي فعلا خدتها ورا وخبطوها وبعد كده خلصوا عليها فوق، الحاجه الوحيده اللي الكل متفق عليها. بس هنا عايزين نعرف فين حاجه فاطمه اللي كانت لابساها وخاتم فاطمه اللي قالت عليه ام فاطمه في الاول ودعاء. مستنياكم في التعليقات.